السلام عليكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا لكم. كانت هذه لقطة الهدف الذي سجله زياش من كاميرا بين سبورتس التي كانت تراقب زياش، وكانها تشعر بأنه سيسجل أول أهداف هذه المباراة بعد أن سجل الثنائية عام 2016 في مباراة ودية أمام كندا، كذلك انتهت ب4 أهداف دون مقابل لمنتخب المغرب. الأسد والأسود في قمة السعادة بعد الشوط الأول ينتهي بتقدم بهدف واحد، وأسد بين سبورتس سعيد بهذه النتيجة. إن شاء الله في الطريق الصحيح. ان شاء الله الحمد لله. اول شيء نص ساعه لعبنا بشكل جيد، ضغطنا عالي، هذا هو العمل الفارق. عندما تضغط على منتخب كندا ارتكبوا الاخطاء، خطا الحارس في التمرير، وثم كان تواجد زياش بمهاره كبيره سجل الهدف الاول في توقيت مهم. جميل الانهاء بثقه كبيره ولمسه جميله. صحيح. شوف الضغط هنا محمد، النصير هذه قوته، دائما يضغط بشكل جيد، يضغط هنا تمريره ودائما متابعه من اللاعبين، دائما قريبين. انت دافعت عن الصيري قبل المباراه، قلت هو يبذل مجهود كبير لكن ليس الكل يرى هذا المجهود. صحيح. انا تعرض اليوم كوفه على هذا المجهود. صحيح، انه تعرض لانتقادات كثيره محمد، يعني لا يسجل اهداف، لكن عمل كبير يقوم به من اجل المجموعه اليوم. الله اكافئه بتسجيل الهدف ومقدم شوط اكثر من رائع. ربع ساعة ثم جاءت الهدف الثاني كذلك. كيف شجع جمهور المغرب؟ الله 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 جيبوها يا الولاد. يعني هذا الهدف هدف رائع. شوف تمريرة حكيم زياش، دائما تمريرات وراء المدافعين تمريرة رائعة. هذه عجبت أكثر عروض تمريرة حكيم. الهدف الثاني كان في توقيت مهم، لكن في ربع ساعة بدينا نتراجع بعض الشيء لوراء. جاء الهدف الأول عن طريق الخطأ، لكن علينا الآن أن نبادر لكي تسجيل هدف ثالث، لأنه 2-1 لا زالت النتيجة مش مطمئنة محمد. هنا محاولة إبعاد الكرة من اللاعب نايف أكرد، لكن الكرة تسجل وهدف ربما ضد مجريات اللعب. كنا مسيطرين أكثر، لكن المباراة يجب أن نلعب بحذر، نلعب بتركيز عالي كما قلت. الهدفين ربما أعطونا أريحية، أن بعض الأحيان اللاعبين بدأوا هذا الاسترخاء، لكن يجب كما قلت أن لا نسترخي. مباراة 90 95 97 إلى أن يصفر الحكم. صوتك راح من التشجيع. طيب سنواصل هذه التغطية مشاهدينا الأعزاء، لكن بعد فاصل قصير. شوط أول من هذه المباراة، وفي منتخب يحمل على عاتقه طموحات وأحلام شعب وأمة. دكتور طارق. نعم بكل تأكيد شوط مثالي لمنتخب المغرب، تقدم مستحق للمنتخب. منذ بداية المباراة المنتخب كان لديه الرغبة الكبيرة جدا من خلال الضغط العالي، من خلال تطبيق أيضا كل تعاليم كابتن وليد الركراكي. للأمانة عمل كان رائع جدا بالنسبة للفريق، تنظيم دفاعي جيد. المنتخب الكندي لم يجد فرصة أيضا للتسجيل، سجل عن طريق خطأ، وهذا طبعا وارد جدا في عالم كرة القدم. لكن الشيء المميز المنتخب المغربي الضغط اللي عمله طبعا الصيري، لاعب يعني له خبرته الكبيرة جدا في الدوريات الأوروبية، تحديدا في الدوري الأسباني، كيفية الضغط المناسب في الوقت المناسب في الطريقة المناسبة لإجبار المنافس على الخطأ. وأيضا الهدف تقريبا صنع هدف من كرة ميتة، كرة ميتة نهائيا، وهدف رائع جدا من زياش لاعب رائع جدا بكل تأكيد. الثقة اللي يمتلكها وأيضا اللمسة كانت واضحة بالنسبة لي. كان قبل المباراة أنه يحتاج إلى هدف في كأس. نعم بكل تأكيد، لأن لعب مباريات رائعة جدا. شوف الضغط اللي عمله، وأيضا الكرة ردت بالطريق خطأ من حارس المرمى، وضعها زياش بصورة مثالية لتسجيل الهدف أعطى ثقة كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب. نعم يعني الثقة اللي يقول لك قبل الكرة طبعا، الثقة اللي يمتلكها زياش بكل تأكيد هي أعطت القدرة الكبيرة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي. الهدف اللي سجل في الدقائق الأولى أعطى أيضا إراحة بعض الضغوط اللي كانت موجودة. المنتخب المغربي كان ماشي بصورة ممتازة جدا، إلا الهدف العكسي يمكن اللي قد يكون أثر على الفريق، لكن بكل تأكيد لم يؤثر. والقادم من الشوط الثاني الثقة اللي يمتلكها الفريق أو المنتخب أظهرت بهذا الهدف. رود، أنت معجب بالهدف الثاني خاصة تمريرات حكيمي؟ أظن بأن هذه تمريرة البطولة، لأنها بالمليمتر فعلا تماما في المكان المناسب حتى بارتطامها مع الأرض. والمهاجم نعم قام بعمل مهم جدا، هو سدد بشكل ممتاز كذلك.
أنا أبهرت بالمغرب، والشوط الأول فعلا كان ممتاز. نحن تساءلنا هل سيلعبون من أجل التعادل أم الفوز؟ لعبوا للفوز ولا شيء غير الفوز، وهذا كان رائعا أن نشاهد هذا المستوى المقنع. وبسوء حظهم جاء هدف بخطأ، وهذا لم يكن توقيت جيد لقبول هدف عند نهاية الشوط الأول، لكن أتمنى أن يعوضوا ويواصلوا بنفس الأسلوب، وإلا إذا ما تأخروا للدفاع هذا يصبح خطرا وتواجه صعوبات. محمد، بس انا عجبتني صراحه الثقه اللي يمتلكها زياش في الهدف في اللمسه، واعتقد ان هذه الثقه اللي يمتلكها زياش هدوء يمتلكها ال 40,000 المتواجدين والامه العربيه كلها بتاهل المنتخب المغربي للدور القادم. ثقه لاعب كبير وليس لاعب وليد الصدفه، هذا لاعب كبير. الجميع فعلا بسبب الجاليه الكبيره المغربيه هناك في امستردام في هولندا. يوسف، فرصه تاريخيه للخروج بنتيجه كبيره دون انتظار اي نتيجه في مباراه كرواتيا وبلجيكا، فرصه لتسجيل مزيد من الاهداف. لازم يجب تسجيل هدف ثالث محمد لإراحة الجماهير وإراحتنا انفسهم وإراحتنا حتى احنا. دائما الدخول تسجيل هدف ثالث ربما في اعتقاد ينهي بشكل نهائي المباراة، لأنه 2-1 دائما الفرصة. الآن شفنا فريق ربع ساعة أخيرة بدأ يخرج، المنتخب عنده إمكانيات جيدة، المنتخب الكندي ممكن تغييرات. بوخلال كذلك اللاعب حمد الله تكون عندهم ربما حضور شوط ثاني ممكن يسجلوا في أهداف، لكن كما قلت التركيز مهم، عدم تسجيل الأهداف. السلام عليكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم.